السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير أمير. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وصفة البغرير. سهلت عليكم الوصفة، تبعوا معايا المقادير. قبل كل شيء ما تنساونيش بجيم واشتراك في القناة باش يخرج لكم كل جديد. تبعوا معايا. اول حاجة نسحقوا 2 كيسان تاع سميد، يكون نوعية رطب، يكون قاع رطب فيهم. نديرو 2 كيسان سميد رطب. كاس فرينة، هذاك الكاس اللي راني نعبر به راه قدامكم. نزيدو مغرفة خميرة الخبز، مغرفة سكر، ومغرفة ونص ملعقة ملح. نخلطو قاع النواشف في رحبة. نزيدو الكاس الاول تاع الماء، والكاس الزاوج، ونخلطو بالباتور. اللي ما عندهاش الميكسور دير الباتور. بعد ما تحصلنا على هذا الخليط نزيدو الكاس الثالث تاع الماء، ونزيدو نخلطو بالباتور. نخدمو غير بالباتور، نخلطوه بيان، لازم يتخلط مليح حتى تحسي بداك الخليط متجانس. مور ما خلطت هذاك الخليط، زدت نص كاس تاع الماء مع كيس خميرة الحلويات، ونعاودو نخلطو بالباتور. تسمى انا داك الكاس اللي درته 3 كيسان ونص ماء، ويكون الماء لازم يكون الماء دافي، الماء لازم يكون دافي. والقوام تاعو كما راكم تشوفوا. صدقيني غادي من اول تجربة تخرج لك الوصفة 100%. الا تبعتي المقادير كما راني نوريهم لك. انا نجحت لي الوصفة وراي تهدر روحها. البغرير تاعنا راه مثقب، يجي خفيف. هذا بغرير 5 دقائق، سما ما يخمر ما والو. تقلي 5 دقائق يريح وتبداي تخدمي فوق الغاز عادي. في داك الطاجين تاعك ثقيل، يكون طاجين كيما تاعي ولا طاجين احسن منه. هذه هي الوصفه. ومن بعد درت له الزبده والعسل. وهذه هي شهيه طيبه. ان شاء الله نتمنى منكم تسيو هذه الوصفه وتخلوا لي رايكم في التعاليق. وما تنساونيش بجيم واشتراك. معظم اللي راهم يشوفوا لي الفيديوهات تاوعي ماهوش مشتركين في القناه. نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.